السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وسلام. طبعا أنا خارجة من النشرة حق الحدث اليمني اليوم. في آخر جزئية في الحدث كان أخبار مؤلمة جدا، إنه صيادين وأطفالهم يؤخذوا من قبل صيادين آخرين أيضا أرتيريين ويتعذبوا، ينضربوا، أطفال صغار ينضربوا، الآباء ما رجعوش مع أطفالهم اللي أفرجوا عنهم. 11 طفل يمني فقط اللي تم الإفراج عنهم. إلى الآن ما فيش أي إجراء. أنا بناشد الحكومة اليمنية، أرجوكم 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 تواصلوا مع الحكومة الإرترية يتم الإفراج عن هذه الناس، لأني بتتعذب. تخيلوا لما أطفال صغار يشيلوا حجار من وسط الجبل، لما ما يعطوهمش غذاء بيعطوهم خبز مليان دود. مأساة مأساة بكل ما تعملها الكلمة من معنى. فعلا أنا مخنوقة وعندي وجع داخلي لا تتخيلوا. فاعذروني على عصبيتي وانفعالي، بس فعليا اتمنى انه يلفت النظر. ارجوكم شيروا هذا الفيديو، خلوه يوصل لحد رئيس الجمهوريه علشان تتفاعل الناس مع هذه القضيه. اطفال تضرب وهم صيادين لا يمتلكوا قوت يومهم، يعني مش كفايه العذاب حق الحرب، كمان ينضربوا. هذا اللي عندي. اتمنى لكم الخير والسلام ان شاء الله.